هؤلاء الشهداء كان مقابل أن مصر تقوم. فبرغم من الألم زي ما حضراتكم أشرتوا إلا أننا، وبرغم من الخسائر إلا أننا في مكاسب حققناها زي ما حضرتك قلت إن في دولة بتقوم. طبعا اسف في التعبير، دي اللي مولعاهم. اولا لما نيجي نتكلم على الشرعيه اللي بيديها الشعب، اداها الواحد ما ارتاحلوش سحبها منه واداها للتاني. دي شرعيه. يعني ايه شرعيه؟ ان انت عايز تحكمني لحد السيف تبقى ما عرفتش المصريين. معلش انا يمكن عجوز شويه، في 73 كان بيتقال غاره. في اسرائيل لما بيتقال غاره البلد كلها بتنزل في الخندق. هنا كان بيتقال غاره الناس بتطلع على السطح تتفرج. انت بتهدد مين؟ انت بتهدد شعب. وده ياكد للرئيس خوفه من ان روحنا المعنويه تتزعزع. بقول له لا يا ريس ما تخافش، عمر ما روحنا المعنويه، احنا قد نتألم ولكن روحنا المعنويه بتزيد وبنتلاحم وبنقوى اكتر ضد خطر الارهاب. السيسي لم يفرض علينا. معلش دي نقطه برضو نحب ألمح لها. احنا اللي اخترناه. احنا اللي اخترناه. الثوره ما قامش الجيش وقال انا عايز اغير مرسي والناس قالت ماشي. ده الناس قعدت تتحايل يا جيش انزل احمينا لاننا نازلين نغيره. وضع مختلف. شرعيه شعب اداها للرئيس السيسي. طول ما علاقه الشعب مع السيسي يعني لا برلمان والجيش قويه، لا انتخابات برلمانيه تتاثر. وانا بعلنه واعتقد ان حضراتكم معانا في هذا الراي، ولا مؤتمر اقتصادي هيتاثر ولا وكل هذه الاحداث الغرض بيها زعزعه امن الدوله عشان المؤتمر الاقتصادي اللي هيرفع من اسهم مصر. هم عايزين يسقطوا مصر باي شكل، احنا عايزين نخرب مصر باي شكل، وده مش هيحصل طول ما احنا موجودين. كلمه اخيره حضرتك هم شايفين ان مصر بتتقدم. النهارده حتى الاعلام الغربي اللي ضدنا بدا يدخل السيسي في مقارنات مع اوباما ومع زعماء اوروبا، ووصلوا النتيجه ان هو الراجل العاقل الحكيم اللي قادر يمشي الدنيا. بدات الاتجاهات كلها تأيد مصر والاتجاه بتاعها. المؤتمر الاقتصادي بيتعمل هم عايزين يضربوا دي، لان زي ما قلت لحضرتك من اول كلامي، النقطه رئيس محبوب من شعبه ده مكروه كراهه الكفر عندهم. بالزبط. عشان يضربوها لازم يأخرنا اقتصادي، لازم يضرب لي براك كهرباء. ليه دايما الطريق الدولي بيتقطع؟ لان اسرائيل لما اتحطت عشان تقسم الوطن، فلازم الطريق ده يتقطع لانه جايب من المغرب لغايه الامارات. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. بشكر ضيوفي الكرام دكتوره مها غانم مستشار مدير مكتبه الاسكندريه، شكرا حضرتك جدا. هذا اللقاء سياده اللواء العميد المهندس سامي رسلان عضو جمعيه المحاربين القدامى، شكرا حضرتك جدا. يعني حضرتك وضحت لنا كيف تمت استراتيجيه هذه الضربه، ولكن اكدت ان هذه الضربه هي انتصار برغم من الالم، الا ان ما زالت مصر منتصره حتى هذه اللحظه. تمام؟ ما زالت مصر وستنتصر ايضا. تشبيه وستنتصر على الارهاب. ده كربطه اندبح بسكينه حاميه. بتلاقيه لمم رقبه كده ومش دريان انه اندبح وعمال يخبط يمين وشمال. ده الوضع اللي قدامنا. ده الوضع الجماعه الارهابيه. ده وضع الجماعه الارهابيه. ولازم نفتح ايدينا كويس قوي ونفسر كل حاجه التفسير الصح. شكرا لحضرتك يا دكتوره، شكرا لحضرتك يا فندم، وبشكر كل ضيوفي ومشاهدينا الكرام. بقول لهم مهما كانت ايد الشر قويه وممكن تألمنا شويه، لكن اكيد بحبنا وباخلاصنا لبلدنا اكيد مصر هتبقى دايما دايما قويه. اقابلكم في لقاء جديد وصباح الخير.